مش كل الناس هيلاقوا طريق ممهد وماشي زي الفل كده. في سنه من السنين اول وظيفه مدير كبير كده خدتها، عملت نجاح كبير جدا في المكان. قالوا لي خد مسؤوليه فريق تاني في حاجه تخصصيه اكتر. قيمت الناس بالمقارنه بالله محتاجوا امكانياتهم تحت الارض لن يصلحوا اطلاقا يعني. قعدت معاهم قلت لهم يا شباب كل واحد فيكم هنقله اداره تانيه ينجح فيها، مالكش فرصه معايا. واحد فيهم خدها على كرامته جدا، جه اتكلم معايا قال لي حضرتك بتدمرني كده. قلت له انت يا ابني تحت الصفر بالنسبه اللي انا عايزه، قدامك مشوار طويل جدا. قال لي مستعد ابدا. يا ابني انت اشتغلت بطريقه غلط وتعلمت كل حاجه عكس اللي انا بشتغل بيه تماما. قال لي هتعلم طيب هبدا من الصفر وتحت الصفر انا معاك. قلت له انا مش فاضيلك. قال لي اتعلم منك باي ظروف. قلت له تعالى معايا كل يوم 4 بروح مبنى ماسبيرو في الاذاعه، كان عندي برنامج وقتها هناك. هترجع معايا السكه كلها ساعه، تجهز بكل الاسئله بتاعتك، هجاوبك وتاخد مواصله وانت راجع تصرف زي ما انت عايز. عملها معايا 6 شهور. الراجل ده النهارده يا جماعه عايز اقول لكم بشكل بسيط جدا سينيور فايس بريزيدنت شركه من اكبر شركات المالتي ناشونال في المنطقه العربيه ما شاء الله، مسؤول عن المنطقه العربيه بالكامل. هتعرف تعملها. مش كل مره يجي لك مدير رومانسي زيك. كنت رومانسي جدا، اديته فرصه يتعلم معايا. في مديرين هيطلعوا عينك ولا هيدوا لك فرصه ولا هيفتحوا لك الباب اساسا، بس انت هتتعلم يكون عندك مفاتيح كل مدير. تعلم نفسك حاجات عمرك ما عملتها، كنت تحت الصفر بس عرفت تجيبها خطوه خطوه. تفهم يعني ايه تبني المعلومه، يعني ايه يكون عندك مفاهيم، يعني ايه كونسبتس، يعني ايه مفاهيم واليات وممارسات براكتسز وازاي بتطبقها اوبريتنج ميكانيزم وبس براكتس، وبعد كده براكتيكال اكزامبلز امثله عمليه تعملها ازاي عشان تبقى عندك الخبره بجد، وبعد كده يبقى عندك قصه تحكيها. تعلم الكلام ده معانا ان شاء الله لو انت عايز بكل جديه من كل قلبك ان شاء الله. تبدا من النهارده لو عايز تنجح اكتر. يكون جميل ان شاء الله.